ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تنورني ست الكل، متنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناه لو اول مره تشتركي في القناه، وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. تعالي بقى اقولك على يوم اللي حصل ده كده. يوم جمعه، يوم غريب، يوم مختلف بجد، يوم يعلم بربنا. الاول بصوا النمل جوه السمنه، انتوا متخيلين؟ وبيمشي. انا قربت لكم الكاميرا عشان تشوفوا. بصوا النمل، وكان بره كتير قوي، ده انا مسحت كمان. عمال اقول لكم يعني ما فيهوش سكر ولا في اكل ولا في حاجه. نمل جوه السمنه. مين زي كده؟ اللبن يا جماعه بسيبه بره كده، الاقي النمل قد كده على اللبن. بجد كان نفسي اصور لكم النمل جوه اللبن. انا وريتكم بص جوه السمنه. جبت رش للنمل مش نافع، جبت حاجات كتير قوي تركيبه كده مش نافع. اللي عنده حاجه حل بجد للنمل وجاب نتيجه معاه، بالله عليكم تكتبوا لي في الكومنتات. هنا كنت بوريكم. بصوا بقى، رحنا الاول الكنيسه، وهنا انا روقت من غير ما يعني مطمع في الفيديو وكده. لا، انجزت في السريع كده. شلت قوامه وعملت من غير تصوير ولا حاجه، بس انا وريتكم ان كانت الدنيا مش نضيفه، ونضفتها وهكنس لسه وهفرش الارض كمان. انا لسه في حاجات تانية هعملها، بس ايه، عايزه احكي لكم اللي حصل. وبصوا بقى التكييف، قلت اشغله. هو دلوقتي كان لما جيت وانا بعمل الاوضه كانت حوالي الساعه 7:30 كده او 8 الا. فشديت الستاره وقلت شغل التكييف. انا عماله اقرب لكم. التكييف بينطر نمل على الملايه، يعني غيرت الملايه وبرضه. فانا فهمت بقى ان التكييف هو اللي بينطر نمل. تقولوا لي ازاي؟ والله العظيم ما اعرف. حتى التكييف جواه بينطر النمل من كتر النمل اللي جواه. بجد لا، حاجة لا تطاق. وكل شوية بقى النمل ده حاجة فظيعة. في هنا نمل وهنا نمل. تقومي تمسحي في نمل. رش هنا شوية فينيك. هو بيموت الصراحة من فينيك، بس يعني يعدي بس على آخر النهار كده وتلاقي برضو نمل تاني. حاجة لا تطاق. المهم، جينا صحينا الصبح. كان عندنا النهاردة كنيسة، النهاردة الجمعة. رحنا الكنيسة وصحيت أولادي. انا وولادي نزلنا الكنيسه. جوزي بس كان تعبان شويه مش قادر ينزل، فما راحش الكنيسه معانا. آه المهم رحنا نزلنا الكنيسه، وبعد ما نزلنا الكنيسه حضرنا القداس، وسبت الولاد في الكنيسه عشان عندهم ايه، يعني زي اجتماعات كده دينيه، عشان ما يعرفش يعني ايه الاجتماعات ديت او الخدمه اللي بيحضروها. دي ايه، حاجة بيعلموهم يعني حاجات في الدين وكده. وبيقولوا ترانيم وبيقولوا فقرات جميلة قوي للولاد عشان يشجعوهم في ان يحضروا كده في الكنيسة. بس طبعا هنا انا كنت جايبه الفيديو دوت معاكم برضو قبل كده، عشان كنت بنشر. فانا الفيديو عندي قليل، فانا قلت اجيب فيديو معاكم برضو اللي هو بتاع النشر، عشان اطول معاكم الفيديو عشان احكي اليوم اللي حصل. المهم، بعد ما خلصنا رحت مروحه انا لوحدي وسبت الولاد، وقلت لهم اهم حاجه بس تفطروا. وبعد ما تفطروا عشان لو جعتوا خلي معاكم الفلوس، عشان لو جعتوا يبقى هاتي على اخر النهار كده، عشان هما بيحبوا يجوا الساعه 8، على الساعه 9 كده. بيحبوا الوقت ده، وتيجوا من هناك بقى ان في حوش بعد ما يخلصوا الخدمه بتاعتهم. بيقعدوا في الحوش بقى ويلعبوا ويهزروا مع اصحابهم، سواء مينا مع الولاد وماري مع البنات. فكل واحد ايه اللي جنبي كده، يعني مينا في الحوش كبير قوي قوي في ملعب بيلعبوا كوره. والبنات طبعا انتوا عارفين البنات بقى هاديه، تقعد مع بنات صاحبتها يتصوروا، يقعدوا مع بعضيهم يحكوا بقى حكاوي لبعضيهم. انتوا عارفين بقى البنات رقيقه كده، ملهاش في الشغل بقى بتاعت الولاد ديت وكوره بقى وحاجات رخمه كده. المهم بعد كده رحت انا مروحه. وانا مروحه عايزه اقول لكم الشمس كلتني، عايزه اقول لكم خايفه بجد يا جماعه، وانا ماشيه خايفه اقع. الشمس مدوخاني، ونبضات قلبي سريعة ومش مظبوطة، خفت بجد. المهم رحت بعد ما قلت الحمد لله روحت. بعد ما روحت قلت بقى لا، انا هعمل انا هفضل كده، لا قومي بقى خلصي الدنيا كده. انا كنت حاولت انام ما عرفتش انام، فروحت برضو نزلت على لسه جاية على الساعة 1. جالنا مشوار كده انا وجوزي، ورحت نازلة يعني عشان كان في مشكلة يعني. نزلت على الساعة 4، فأنا لسه كنت قاعدة ولسه هرتاح ولسه بعمل في الشقة، ملحقتش. المهم رحت، وبعد كده جيت وعملت شوية كشري. الكشري ده زي ما انتوا شايفين، انا عملت حمرت بصلاية، ومع البصلة ديت
نزلت عليها بالشعريه، خليتها بس ايه تحمر كده شويه. اول ما نزلت بالشعريه عشان تتحمر مع الشعريه اكتر، عشان ما تتحرقش. ورحت بعد ما خلصتها غسله الرز والعدس كويس قوي قوي، وبعد كده رحت حطاهم، ورحت مقلباهم. ملح بقى، فلفل اسود، كمون. الطريقه ديت بتحب الكمون قوي. لو وصلت من لحد هنا يا قلب اختك، ما تنسيش تدعميني باللايك كده. المهم، آم، خلصت، وكان عندي انا شويه تقليه في التلاجة. رحت مسخناهم، حطيت لهم يجي نص كوبايه ميه كده، وغليتها عشان اخففها شويه، عشان ده كشري فعايز يبقى يعني اللي هو مش تقيل قوي، التسبيكه تقيله، لا عايزه هي يعني تبقى سايبه شويه بس. فرحت خلصت، ورحت بعد ما خلصنا الكشري وكلنا، عملنا حطيت هنا خلصت يعني المواعين، وحطيت المواعين، رحت مصبنه ايه اللي وراي. طبعا انتوا شفتوا احنا الفطار. كنا فطرت انا وجوزي، كانوا ولادي في الكنيسه ما قلت لكم. فطرنا بيض وجبنه وبطاطس وطعميه. انا عن نفسي كلت البيض والجبنه، ما اقدرش اكل الحاجات دي ابدا ابدا في الصيف، هتعب قوي قوي قوي. اللي معدتهم بتوجعهم هيحسوا بيا وعارفين. طبعا ما تستغربوش من صوت الغسالة، اسفة على الازعاج. يعني تبصي، عملت روتين وخلصت وتاني بغسل. خلصت حاجة اقعد ارتاح بس، افرد ظهري شوية، بجد اني ظهري بشتكي منه، وبرجليا. مش عارفة اللي عندي دوت املاح ولا ده نقرس. وحد بيقول لي لا روحي بدل ما حد يفتي كده، وروحي حللي احسن. كعوب رجليا مش قادرة اقف عليها، زي ما اكون بقف على عظم رجلي. وظهري ده حاجة لوحدي بقى، ظهري ده بقيت اعرج منه حاجات بسيطة بسبب ظهري. بس الحمد لله الحمد لله، ربنا يسترها بس. على الايام اللي جايه. المهم فقلت لا انا كده ايه، خلصت الدنيا هنا. ارتاحي شويه يا دودي وامي خلصي، ارتاح شويه وام خلص، لان بجد شغل البيت ما بيخلصش. ومهما تنضفي ومهما تحطي ايدك في الشقه في المواعين ما بتخلصش. بصوا زي ما اكون كل شويه هتكنسي، هتنضفي، هتلمعي، هتعملي مواعين، هتعملي الاكل، هتصبني بوتاجاز. وبعد ما تصبني بوتاجاز عيالك غرفوا ولا عملوا حاجه، او انتي غصب عنك رزايه وقعت، مكرونايه، شويه طبيخ، صلصه، ايا كان. فالدنيا بتتقلب برضه. فربنا يدينا الصحه نقدر نخدم بيتنا من غير ما ربنا يحوجنا لحد ابدا يا رب. اهم حاجه ربنا يدينا الصحه والستر، مش محتاجين حاجه تاني. بس فلما جينا بقى واحنا راجعين، جبت كده بطيخه. قلنا ديت عشان لو كنا حد جاع بالليل ولا حاجة ياكل كده بطيخ كده خفيف كده مع جبنة. ولو حد عايز بيض، أسلق كل واحد واحدة كده بيضاية، لو حسيتها ان هي اصل البيض المسلوق كده تحسون هو تقيل. فقلت لا، لو كل واحد عايز بيضة تمام، مش عايزين ممكن نعمله اومليت. بس لما نشوف ان شاء الله، عشان مينا نام شوية وقال لي انا مش قادر، فصل بجد، طالع اني نازل بطقم جاي بيه متدهول طينة. يعني انا بغسل غسلة، وقبل ما اغسل الطقم بتاع مينا جاي بيه من الكنيسة، عايزة اوريلكوا عامل ازاي. بجد هتقولوا ده كان في شارع ما كانش في ملعب، بأمانة. الواحد بيتعب تعب ومحدش بيحس بيه غير ربنا، وحياة ربنا بجد. كل ام حاسه بيا، او كل ست بيت حاسه بيا اللي انا بقوله. وبالذات لما تكوني تعبانه وجايه على نفسك، وبتخدمي بيتك غصب عنك، ان انت مش هتستني حد ينظف لك بيتك، ومش هتستني تقدري تقعدي في بيت انت مش نضيف. مش هتقدري تبقى قاعده كده وشايفه شقتك مقلوبه وهتقعدي. طبعا هتقولي طب ما يا دودي ما تخلي ولادك يساعدوك، هي بيساعدوني، مش هقولك ما بيساعدوا، مش بيساعدوني، بيساعدوني. بس مش هيبقى الشقه نضيفه، مش زي ما انت هتمدي ايدك في البيت وهتنضفي البيت، عيالك مش هينضفوا البيت كده. انت ايدك فاهمه بتعملي ايه وبتنضفي ايه وبتعملي ايه، وعارفه ترتبي وتنظمي ايه. فالست البيت ربنا يخلي كل ام لولادها ولجوزها، ويخلي لها جوزها وولادها يا رب، متحرموش من بعض ابدا، ويخلي لي جوزي وولادي يا رب متحرمش منهم ابدا، ويديمهم نعمه يا رب في حياتي، ويخلي لي اختي، ويخلي لي كل اللي بحبهم يا رب، يخليهم لي دايما حواليا، حتى اللي مش بيحبوني وبي
مش طايقني ربنا يخليهم لي برضو، يخلي لي كل الناس اللي بحبهم واللي مش بحبهم يخليهم لي، ان الدنيا دي من غير ناس حوالينا ملهاش اي لازمه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، فيديو بسيط، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.